السلام عليكم. الفيديو ده بداية سلسلة فيديوهات أعمال الفنانين زي أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، وأول فنان معانا النجم تامر حسني. وطبعا زي ما كلنا عارفين تامر حسني في الأصل مغني، فبداية التمثيل كانت مع هاني سلامة في فيلم حالة حب سنة 2003، وأول بطولة مطلقة ليه فيلم سيد العاطفي مع عبلة كامل وطلعت زكريا سنة 2005، وبعديها يعمل فيلم من علامات السينما المصرية فيلم عمر وسلمى مع مي عز الدين سنة 2007، والفيلم ده اتعمل منه الجزء الثاني والثالث، وبعدها عمل فيلم كابتن هيما مع الفنانة زينة سنة 2008، و2009 يعمل الجزء الثاني من فيلم عمر وسلمى، و2010 بيعمل فيلم نور عيني، وده من أحسن الأفلام اللي عملها تامر حسني في تاريخه بالمشاركة مع عمرو يوسف ومنى شلبي. بيريح سنتين عن الأفلام، و2011 بيعمل مسلسل بالاشتراك مع محمد سامي، والمسلسل ده من أحسن المسلسلات في مصر وهو آدم. المسلسل قصته جامدة وأداء ماجد المصري فيه مرعب، أنا كنت بخاف وأنا بتفرج. و2012 يعمل فيلم عمر وسلمى الجزء الثالث، والفيلم ده يعتبر منجحش، ما كانش جامد زي الأول والتاني، وأحسنهم طبعا هو الأول. و2014 بيعمل مسلسل فرق توقيت، وده أول مشاركة ليه مع هنا الزاهد. و2015 بيرجع للأفلام ويعمل فيلم أهواك مع غادة عادل، وأنا من موقع هذا بسأل إيه ده. و2017 يعمل فيلم تصبح على خير مع مي عمر ودرة والفنانة نور، وده تاني تعاون مع المخرج محمد سامي. واخد بالك انت، مي عمر ومحمد سامي، وطبعا الفنانة مي عمر اخدت الدور علشان الموهبة والاجتهاد، مش عشان هي مراته او واسطة، اخدت الدور عن استحقاق. و2018 بيعمل فيلم البدلة مع أكرم حسني، وبجد الفيلم ده من أحسن الأفلام الكوميدية في مصر، ومحقق 67 مليون جنيه، يعني أعلى فيلم محقق إيرادات في تاريخ تامر حسني في مصر حاليا، وركز على الجملة دي عشان هتفهمها دلوقتي. و2019 بيعمل فيلم الفلوس مع الفنانة زينة وخالد الصاوي، وساعتها حصلت مشكلة بين تامر حسني وأحمد السقا، لأن أحمد السقا طلع ضيف شرف في الفيلم، وبوستر الفيلم المتابعين عملوه ونزلوا صورته، يعني سوء تفاهم، وصالحوا بعض في مهرجان القاهرة السينمائي. وفي نفس السنة تامر حسني بيطلع ضيف شرف مع أحمد السقا في مسلسل ولد الغلابة. وسنة 2021 يعمل فيلم مش أنا مع حلا شيحة وماجد الجدواني، والفيلم ده من تأليف تامر حسني، والفيلم كويس يعني ياخد 7 من 10 كقصة وتمثيل، فيلم هادي كده. وسنة 2022 يعمل أعلى فيلم إيرادات في تاريخه، فيلم بحبك او بحبك على حسب بقى بتقولها لمين. هتيجي تقول لي انت لسه قايل فيلم البدله اعلى فيلم ايرادات، هرد عليك واقول لك جوه مصر، انما الفيلم ده نجح جامد في الدوله العربيه وحقق اجمالي ربع مليار جنيه يعني 250 مليون، انما جوه مصر محقق 52 مليون، يعني فيلم البدله اعلى منه ب 14 مليون. والفيلم ده تاني تعاون بينه وبين هنا الزاهد، وتاليف واخراج تامر حسني، واللي بيغني في الفيلم تامر حسني، يعني ما شاء الله تامر حسني قام بالفيلم كله. وسنه 2023 يعمل فيلم تاج مع دينا الشربيني، والفيلم ده لا حلو ولا وحش، يعني ممكن تتفرج عليه وانت بتاكل، بعد ما تخلص اقفل الفيلم عادي. ووصلنا لاخر فيلم حاليا في مسيرة النجم تامر حسني، الفيلم العظيم الفشيخ الجامد الجاحد ابن مي، فيلم ريستارت. والفيلم ده تالت تعاون مع هنا الزاهد، وانا لو هتكلم على الفيلم هقول لك الفيلم ده كفيل انه يعلي الضغط. انا عن نفسي كنت عايز اسيب الفيلم وامشي، ولو في حد بيشوف الفيديو وبيحب الفيلم يكتب لي في التعليقات انه بيحبه، او يخش على الصفحه يكتب لي انا بحب فيلم ريستارت عشان نبدا جلسات العلاج سوا. ويا ريت يا جماعه تمنشنوا الفيديو لشركه الانتاج او للنجم تامر حسني. انا في عيد القطعه دخلت الفيلم ودفعت 120 جنيه، فرجاء منكم الفلوس ترجع. اي حد يتواصل معايا ابعت له رقم المحفظه يبعت عليها، نخش بالفلوس فيلم درويش ونعمل فيديو على قناه اليوتيوب. بس بعيدا عن الهزار، الفيلم فعلا ليه رساله، بيتكلم عن اللي بيحصل في مصر على السوشيال ميديا، ده اتنبأ بحاجات حصلت فعلا زي قطع النت عن مصر والراجل اللي عمل فيها ست عشان الريتش. ففي نهايه الفيديو احب اقول ان بحب النجم تامر حسني جدا، اي فيلم بيعمله بشوفه، اي اغنيه بيعملها بسمعها، وهو من احسن نجوم السينما دلوقتي. وبس ما تنساش اللايك والاشتراك، وبس كده، سلام.